السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة شهوات نت. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم مسمن بطريقة سهلة تيجي مورق وهشيش على حقه وطريقه. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم وارائكم. ندوزو المكونات. عندنا 3 زلايف من الدقيق، انا خديت العبار بزلافة، 2 زلايف من سميد ناعم او الفينو، ملح، رأس ملعقة صغيرة من خميرة الخبز. ما نكتروش الخميرة تتخليه يجي هشيش من الداخل، والمسمن ما تيضرناش. ملعقة كبيرة من العسل، يمكن لكم تعوضوها بالسكر. ماء دافئ، إلا كان الجو سخون نديرو الماء من الصنبور. نخلطو المكونات جيدا حتى نحصلو على عجين رطب. انا ما دلكتش العجينة، ديتها وجبتها بيدي ودهنتها بقليل من الزيت، وضعتها في غطاء بلاستيكي وخليتها ترتاح نص ساعة. شحال ما خليتو المسمن ديالكم يرتاح شحال ما تعطيكم الطوع متى تكونوا تطلقوه. بعد ما دازت نص ساعة تنحصلوا على عجين رطب ومطاطي. شوفوا ما شاء الله العجينة تجي مطلوقة بحال الكناها. دهنت يدي بقليل من الزيت ونشكلها كويرات صغيرة متساوية الحجم. نستمر على هذا الشكل حتى نكمل الكمية اللي عندي. بعد ما كملت الكويرات كاملين ندهن لهم الوجه ديالهم قليل من الزيت ونغطيهم بغطاء بلاستيكي ونخليهم يرتاحوا 10 ديال الدقائق. شحال ما ارتاح المسمن شحال ما تعطينا الطوع من نكونوا تنطلقوه. ندوزو نحضروا الخلطة السحرية. هاد الخلطة معتمدة عندي. ناخد زلافة نوضع فيها 3 المعالق كبار من السميد الناعم و3 ملاعق من الدقيق، خمارة من فئة 8 غرام. نخلط المكونات جيدا ونوضعهم جانبا. هنا دوب الزبدة، وضعت معنا نص كأس من الزيت. ناخد اول كويرة نبسطها بيدي على هذا الشكل ونضيف ملعقة صغيرة من الزبدة. نضيف الكويرة الثانية ونوضع ملعقة صغيرة من الزبدة. نضيف الكويرة الثالثة ونستمر على هذا الشكل حتى نكمل الكمية اللي عندي. بعد ما كملت الكمية اللي عندي دهنت سطح العمل بالزيت وخديت 2 كويرات نبسطهم على هذا الشكل، نرققهم من الجوانب ومن الأطراف من الوسط عفوا. شحال ما رققتو المسمن شحال ما تيجيكمش معجن من الداخل. ندهن بالزبدة ونرش قليل من ديك الخلطة، نمشيها بيدي ونلف المسمنة، نرققها من الأطراف. ندهن بالزبدة ونرش قليل من الدقيق والسميد. نلف الطرف الثاني نرقق من الجوانب. نطوي الطوية الثالثة. شحال ما طويت المسمن شحال ما تجيني مورق. نلف المسمنة ديالنا بحال هكا على هاد الشكل وما نزيروش يدينا من نكونوا تنلفو، ما نزيروش. نلفو الاطراف. ندوزو نطلقوا الكويرة الثانية بنفس الشكل، نرقوها من الجوانب. العجينة ما شاء الله مطلوقة وتتعطي الطوع. العجينة ناجحة 100%. نطلقوها دائما من الجوانب ومن الوسط. ندهنو الزبدة، ملي نكونو تنضيفو الزبدة نمشيوها بيدينا على الاطراف ومن الوسط
باش يجينا مسمن ورقة على ورقة. نلفو الطرف الاول ونرقوه من الجوانب ونلفو الطرف الثاني. ندهنوه بالزبدة ونرشو قليل من الخلطة. نطويو الطوية الثالثة ونستمروا على هذا الشكل حتى نكملوا الكمية اللي عندنا. بعد ما كملت الكمية اللي عندي وضعت المقلاة على النار، وناخد اول كويرة ونبسطها من الجوانب، نوضعها في المقلاة ونرشها بقليل من الزيت، ما تكتروش غير شوية. بعد ما طابت المسمنة ديالي قلبتها ونبقى نستمر في التقلاب ديالها على هذا الشكل. ملي تنكون تنطيب المسمن تنبقى نقلبو باستمرار. نرش دائما قليل من الزيت تيجي ما شاء الله المسمن مورق واللون موحد، اللون ديالو محمر ذهبي. بعد ما كملت الكمية اللي عندي شوفوا ما شاء الله تنحصلوا على مسمن رائع مورق، اللون ديالو رائع. تنتمنى الفيديو اليوم ينال اعجابكم، والاخوات اللي ما تستقلهاش المسمن تجرب الطريقة ديالي وان شاء الله غادي ينجح معها من اول جريبة. الى عجبكم الفيديو اليوم ما تبخلوش عليا بشيعاتكم وارائكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. نتمنى نكون خفيفة على قلوبكم.